الآن السؤال: كيف تستطيع أن تنام خلال 3 دقائق؟ تمرين قوي جدا، أبغاكم تتبعوا معايا نقطة نقطة كيف تستطيع أن تنام خلال 3 دقائق. أول حاجة طبعا الغرفة هادئة، السرير جاهز مرتب منظم، درجة الحرارة جيدة في البيت في الغرفة، تستلقي يفضل ممكن على ظهرك وممكن على جنبك، ما في إشكال، على الجنب اليمين. ثم بعد ذلك طبعا تقول الأذكار، هذا شيء مهم جدا جدا حتى تقوم من النوم إن شاء الله تعالى والشيطان ما أثر فيك ولا أثر في الأحلام ولا جاب لك بلاوي ولا شعرت كما يقال بالكوابيس اللي بتجي لكثير من الناس. تنام على الأذكار. تبدأ بأخذ النفس العميق، تمام؟ تاخذ نفس عميق، خلينا نقول مثلا 4 عدات، وبعدين ما توقف كثير لكن توقف وترجع تطلعه بهدوء، يعني كأنك تتنفس تنفس عادي لكن تطلعه بهدوء كامل. وأنت تتنفس شيئا فشيئا تغمض عينيك. ممكن أنك مثلا تنظر إلى نقطة مثلا في السقف لكن أعلى الحاجبين بحيث أنه العينين تتعب. شوية شوية تبدأ وأنت تتنفس تغلق عينيك شيئا فشيئا. بعدين تبدأ تسمع إلى صوت النفس وتوقف أي فكرة إلا التنفس. مجرد ما دخلت فكرة ترجع تعيد، توقف التنفس عن الترتيب ترجع تعيد، توقف أي تفكير، وبكل هدوء تستمع إلى صوت النفس، تستمع إلى صوت النفس بهدوء. ثم وانت مغمض عينك الآن تبدأ تنظر إلى اللوحة السوداء التي أمامك وتشعر شعور داخلي بأن هذه اللوحة السوداء تتنفس معك. ترى هذا من عندي، أيوة، تشعر شعور إنه اللوحة السوداء تتنفس شيئا فشيئا وأنت تتنفس والنفس عميق وأعمق، تمام؟ صوت النفس تسمعه. بعدين عندك هنا الفكين، إيش تعمل فيها؟ ترخيها، ترخي الفكين، عضلات الفكين هذه ترخيها. لكن وانت بترخيها لا تنساها كده، لا، حاول انك ايش ترخيها والفم مغلق حتى ما تنام وانت ايش يعني تنسى، كما يقال الدكان مفتوح، فلا بد انك تنام وانت مغلق فمك، تمام؟ وتاخذ النفس العميق، لكن احذر من دخول اي فكرة، اوقف كل الافكار وعيش هذا الجو 3 دقائق. 3 دقائق مع حاجة اضافية، خذ هذه الحاجة الاضافية، شعور بسخونة في العين، يعني عينك بدأت تسخن تدفي وبعدين تبدأ تسخن يا الله، حرارة الآن في العين شديدة جدا، وهكذا حتى تشعر بأنه فعلا بدأت ترهق تماما، مرهق تماما، والفم ايش مغلق والفكين هادئة، ثم تدخل في سبات عميق 3 دقائق. لكن لو دخلت فكرة ترجع تعيد ال3 دقائق، فالله يعينك كل شوية تعيد. لو دخلت بتفكير، يعني قاعد أنا أفكر بفكرة وشغلتني وشغلة بالي، رجعت الفكرة مرة تانية ترجع تعيد ال3 دقائق، لأنه 3 دقائق متواصلة، لا تقول ما زبطت معايا، 3 دقائق متواصلة. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمورنا. غدا بمشيئة الله تعالى نلتقي مع إكمال برنامج الذاكرة الذكية والحفظ السريع، ومع فصي الدماغ وكيف نفعل فصي الدماغ، ومع أيضا تدريبات الأرقام، ومع تمارين الحفظ السريع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.